يعرفوني وابتدينا نبقى أصدقاء وعلى المهرجان يمكن عملنا 5 دورات للمهرجان، وتوقف بعد كده بسبب كورونا وكده. وبعد كده أنا دعيتهم بقى، يعني في إحدى المهرجانات دعيتهم يحضروا ندوة الفضفضة، فكانوا مبسوطين جدا، وكانت من أجمل الندوات اللي إحنا عملناها. كانت مجمعة الوطن العربي اللي هم تقريبا كانوا من حوالي 17 دولة عربية حاضرين، الشعراء والأدباء. ومن هنا كانت الانطلاقه ومعرفه الشعراء العرب واصبحنا اصدقاء. طبعا تمليك طبعا ساهم كبير جدا في دعايه المهرجان اسكندريه طبعا. يعني كانت بدايه كانت اعلان ودعايه جميله جدا، وحضرتك كانت بدايه طبعا مشرفه طبعا. الحمد لله. لمصر طبعا كلها. الشعر الكبير محمد المصري يعني مستمتع جدا بوجود كل الاشعار الجميله اللي حضرتك بتقولها. لو حضرتك دلوقتي تقول سمعني طب هنقول حاجه. وانا عامه انا مش عايز ان انا اختار حاجه، لو ربما تكون مثلا الساده المشاهدين عايزين حاجه ثانيه، فحضرتك لا تسمعنا اللي انت عايزه الساده المشاهدين يستمتعوا. طب هقول انا دمي سكر زي الليل وملامحي ملامح مصريه، والنيل مرسوم جوه عيوني وعيوني عيون فرعونيه، وخدودي جبالك وغضابك وصوابعي صوابع عسليه، وشفايفي باسمك موشومة وصوتي نغم سمسمية. الصبح أنا بفطر على شوفك وعشايا حبك يا بهية، والليل يتمشى على شطوطك عاشق لياليك السحرية، والقلب معلق في هواكي على قد ما كان عشقك ليا. وكمان مكتوب جوه بطاقتي على روح الوحدة الوطنية، مكتوب في بطاقتي الشخصية. الشخصيه طبعا كثير وجميله جدا، حاجه يعني روعه يعني.